الله رب العالمين تبارك وتعالى وهو يتحدث في هذه القضية حاجة عجيبة عندما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 6 كلمات. انظر وهو يتحدث عن ذات القضية بالنسبة للإناث فماذا يقول أيضا؟ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. 6 كلمات مقابل 6 كلمات. حتى العدل في التعبير وهو يتحدث في هذا الأمر المهم. سبحان الله. وصاحبنا يقول تقاليد العائلة أننا لا نورث البنات. أي عائلة هذه؟ كيف يا سيدي طاوعتك نفسك أن تصوغ هذه الصياغة الشيطانية ورب العزة يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخر الآية التي تنتهي نهاية عظيمة عندما يقول ربنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعني إيه؟ يعني أحيانا يخص الرجل ولدا بعينه يميزه. لماذا؟ يقول آمل فيه أن يكرمني في أخريات أيامي ويميزه ويشعل حربا طاحنة بينه وبين الأشقاء ويترك ميراثا من العداوة والبغضاء لا يموت إلا إذا مات أهل المشكلة جميعا. نعم، كل كراهية وكل عداوة توضع في النفس بسبب تمييز أحد الأبناء على الآخرين هذه العداوة لا تموت إلا بموت أصحابها. نعم، ميراث ثقيل. فلنتق الله تبارك وتعالى معاشر الإخوة الأعزاء. وأقول لجد اليتامى اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، أنت على رأس العائلة، أنت الحكم، أنت القاضي، المال مالك، وتستطيع أن توصي من وراءك أن يوزعوا الميراث وفق شرع الله عز وجل، فلا تفعلها يرحمك الله. وصاحبنا عندما يدخل قبره يقول يا ليتني ما فعلت ذلك، يا ليتني، ويندم ويتحسر كما تحسر رجل. أي والله حصل كما تحسر رجل في قبره وجاء إلى ولده، ما زال الولد حيا يرزق، وقال يا بني خلصني إني أعاني، خلصني واجلس ووزع التركة من جديد. 5 مرات. وجاء صاحبنا إلي وقال والدي جاءني في المنام 5 مرات ويصر أن تكون معنا في جلسة التقسيم أو في جلسة التقسيم. قلت له أبوك لم يرني ولم أره. قال والله لقد حددك بالاسم بوضوح كامل. فجلست وكانت جلسة، نعم كان وقتا أظنه كان في الجنة. ستقولون لماذا؟ بعد أن نالت الشقيقات حقها كاملا غير منقوص وخرج 3 منهن يرفعن أيديهن إلى الله عز وجل ويدعون لشقيقهن ويقولون نسأل الله أن يبارك لك في مالك وولدك، اللهم اجعل بيته عامرا بالخير دائما،
اللهم بارك له في صحته وعافيته، والدموع تتساقط على خدودهن. لو أنكم شاهدتم هذا المشهد لبكيتم كما بكى كثيرون من الجالسين. ومر عامان وزرته فقال هيا إلى الحقل. لماذا؟ قال سأريك شيئا لعل الناس يتعظون به وينتفعون به. وذهبت معه. قال أترى هذه المزرعة لا تقل عن 3 فدادين بل تزيد، مزرعة بكل ما تعنيه الكلمة. قال أكرمني الله بها بعد أن أعطيت حقوق شقيقاتي من فضل الله تبارك وتعالى، وعوضه الله خيرا. لن أنسى هذا المشهد في حياتي. يعني إيه؟ يعني راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم قبل أن تقفوا بين يدي ربكم، لا درهم هناك ولا دينار. راجعوا أنفسكم واتقوا الله في حقوق إخوانكم وأخواتكم، ولا تفرضوا عليها أبدا مبلغا من المال مقابل أن تتخلى عن الأرض أو المنزل. لا 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 لا. من حقها أن تقول أريد أرضي ولو كانت قراطا واحدا، وأريد حقي في بيت أبي ولو كانت غرفة واحدة. كم من امرأة خرجت في جوف الليل والناس نيام، وربما خرجت والمطر يصب عليها صبا، أخرجها أحد الأنذال لأنه يعلم أنها لا مقر لها في بيت إخوتها، يريد أن ينتقم منها. فإلى أين تتجه المسكين يا ناس؟ إلى أين؟ إلى أين؟ وماذا أنت قائل لها حينما تقف أمامك خصما أمام الله يوم القيامة وهي تطلب حقها، وأنت يا مسكين لا درهم في يدك ولا دينار، والقاضي ديان يوم الدين؟ ماذا تقول؟ أمور ينبغي أن نفكر فيها جيدا، وأن تفعلوا ما فعل الرجل المسكين. والله رجل عامي. اجلسوا من جديد، اجلسوا من جديد. كل وثيقة تضمنت ظلما مزقوها وألقوا بها في سلة المهملات، واستدعوا إخوانكم وأخواتكم واجلسوا وأكرموا وفادتهم ووفادتهن عليكم، وأكرموهم وأحسنوا إليهم، وأخرجوها من بيتكم مجبورة الخاطر تدعو لكم ولأبنائكم بخير، وسيكون أبناؤها أشقاء لأبنائكم، أشقاء. كم من ولد شكى، كم من ولد شكى كلما رأيت خالي وهو قادم من بعيد دخلت من شارع جانبي حتى لا أرى وجهه، وحتى لا أتذكر أيام الظلم التي عانت منها أمي. بنفس اللهجة، بنفس اللهجة. من يرضى بهذا؟ من يرضى بهذا؟ أكرموا اليتيم يرحمكم الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، إن الله عز وجل لا يعذب من رحم اليتيم، لا يعذب من رحم اليتيم وأكرم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. أقول تاني: إن الله عز وجل لا يعذب رجلا رحم اليتيم وأطعمه من طعامه ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.